اجيو تصاوبوا معايا قراش البلديين خفاف ورطيطبين ودغيا كيوجدوا. غادي نبداو على بركه الله. عندي كاس ونص ديال الحليب. بالنسبه للحليب خصو يكون دافي ما يكونش سخون باش ما كيحيدناش الجهد ديال الخميره. هنا غادي نحب نعبر حداكم كاس ونص ديال الحليب. غادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. بالنسبه الا كان الجو بارد غادي ديروا معلقه كبيره، كان الجو سخون غادي تنقصوا شويه الخميره. انا غادي ندير هنايا غير واحد الخنيشه ديال الفاني، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. ودرت واحد 4 كاس ديال الزهر. كندير الفاني غير باش كتحيد لي داك الطيبه ديال الخميره، ما كتخليش داك الريحه ريحه الخميره غالبه. هنايا غادي نخلط داك المكونات مزيان وغادي نخليهم على جنب على ما تطلع شويه الخميره بحال اللي كتشوفوا. داك الساعات غادي نزيد لها بيضه. البيضه غادي ناخذ الصفر ديالها غادي نخليه باش ندهن به القراشل، والبيض هو اللي غادي نزيدو. واللي ما بغاهاش يقدر ما يديرهاش، تقدر ما ديروش فيها البيض كاع، تقدروا تخليو البيضه كامله باش تدهنوا القراشل. انا كناخذ داك البيضه، الصفر كنخليه باش غادي ندهن به، والبيض ما كنضيعوش. ندير نص معلقه الملحه، تندير معلقه كبيره ما بين نافع وحبه حلاوه، وكندير 2 معالق ديال الزنجلان. بالنسبه للزنجلان يكون محمر شي شويه. انا هنا درت 2 معالق كبار، تقدروا نتوما تنقصوا ولا تزيدوا على حسب نتوما اللي بغيتوا. هنايا كندير نص كاس ديال الزيت روميه. غادي نزيد خماره حمراء. بالنسبه للقياس انا هنا عندي وحده ديال 15 غرام، غادي ندير غير نص ديالها، يعني غديروا غير قياس 7 غرام ولا 8 غرام اللي كانت عندكم في الدار. صافي دابا غادي نبدا نزيد الطحين. غادي ندير الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث، وغادي نبدا نخلط واحد شويه بيديا، وعاد غادي نزيد 2 كيسان واحد اخرين. يعني هاد القياس هذا كيهز ليا نص كيلو ديال الطحين، قياس 5 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نخلط واحد شويه داك الطحين. غادي نزيد داك 2 كيسان ديال الطحين اللي بقاو. الكاس الرابع غادي نزيدو، والكاس الخامس غادي نزيد شويه بشويه، حيت كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق كيفاش داير. ما غاديش تدلكوا العجينه مزيان، غير غادي تجمعوها وصافي. هنا من بعد ما جمعت العجينه مزيان غادي ندهن لها وجه ديالها غير واحد شويه بالزيت، وغادي نحطها في داك الجبانه ديالها ديال الزاج، وغادي نخليها تخمر. غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. خص العجينه تخمر مزيان وخصها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه وخمرات مزيان بحال اللي كتشوفوا، غادي ندهن يدي غير بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نبقى كنخرج منها داك الخميره اللي فيها. هنا انا موجود اللاطات اللي غادي يدخلوا للفران، درت فيهم ورق الزبده، ولا تقدروا دهنوهم غير بالزيت. صافي انا هنا غادي نبدا كنقسم العجينه ديالي. انا هنا غادي تعطيني 12 حبه. بالنسبه لهذا القياس اللي غادي تشوفوه في التالي، يعني كيجيو شويه، المهم كيجيو متوسطين، ما كيجيوش صغيورين بزاف وما كيجيوش عاوتاني كبار. نتوما تقدروا ديروهم صغار من هذا القياس هذا، يعني تقدر تعطيكم اكثر من 12. انا غادي نقسمهم هنايا من بعد ما قسمتهم انا هنا كنعاودهم في اللاطه، وغادي نبدا كنقرص فيهم شويه. ما غاديش نخليهم بحال هكذا لانهم مازال غادي يخمروا. غادي نقرصهم. غادي المهم تقدروا تزيدوا ترققوهم على هذا الشكل هذا اللي ندير انا، وتقدروا تخليوهم في هذا القياس هذا. انا غادي نقرصهم هنايا القياس ديالي، وغادي نخليهم يخمروا شويه، وداك الساعه عاد ندوز باش ندهنهم بالبيض. وفي هذا الوقت هادي انا راني درت الفران ديالي كيسخن على 180 درجه، وكطيبوهم بحال الطياب العادي، يعني بحال الطياب ديال الخبز. غادي نخليهم حتى يطيبوا من التحت، عاد غادي نشعل عليهم من الفوق، ولا تقدروا تشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت على 180 درجه كيطيبوا هذا من الفوق ومن التحت في دقه واحده، راهم كيجيو فنين. بالنسبه هنايا غادي ندهنهم. غادي داك الصفر بيضه اللي بقى لي درت له واحد المعلقه ديال الحليب، ودرت له واحد شويه ديال نيسكافيه غير باش يعطيني اللون. غادي ندهنهم مزيان من الوجه وحتى الجناب. انا هذا القياس هذا اللي قلت لكم عطاني 13 حبه، حيت اللاطه الاخرى كانوا جاوني فيها 9 وهنايا جاوني فيها 4. المهم هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال الزنجلان البيض. بالنسبه لكم ديروا الزنجلان العادي بحال واللي بغيتو، ولا اللوز ايفيلي ولا اللي عجبكم. انا هنا درت شويه ديال الزنجلان البيض ديال الوجه ديال القراشل، وغادي ندخلهم يطيبوا. هنايا غادي ندخلهم يطيبوا ونعاود نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. راهم كيجيو فنين ورطيطبين ها نتوما كتشوفوا. واخا تكوني عمرك ما عجنتيهم، عمرك ما صاوبتيهم، الا جربتي هاد الطريقه هذه واخا الاول مره غادي يجيوك فنين. انا غادي نحل معكم وحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي حتى من الداخل.
بالنسبه اللي بغات تزيد تكتر الزنجلان تزيد تكترو. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو خفاف ورطبين دايرين بحال القطن. غير جربيهم، راهم طريقه سهله بزاف. نتمنى يعجبوكم، ما تنسونيش من التعليق ولا لايك. الى فيديو واحد اخر ان شاء الله وشي جديده.